السلام عليكم البنات، خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، وتكونوا في صحه جيده، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم الغداء ديالي انا ووليداتي. الغداء اللي ما فيه لا الحمله دجاج لا كفته اختي لا والو، فيه غير عديسه وشليضه الحمد لله. غنت معكم السلاويه البنات، غنديرها بحال شكل شليضه، لان انا كتعجبني في الطاجين. انا كنحماق على السلاويه في الطاجين مع البصله اللحمه ولا الدجاج، ولكن ولادي ما تيبغيوهاش، وما يمكنش ليا نطيب انا طاجين على قدو ليا انا بوحدي لشخص واحد، فدرتها غير هكايا مشرمله. عندي هنا البنات بصيله قطعتها في الكوكوط حيت غنطيب العدس. درت بصيله مقطعه هكا نايف رقاق، وغندير لها شويه الزيت والملحه وغنردها تشحر. فكما قلت لكم السلاويه انا كتعجبني في الطاجين بالبصله واللحمه ولا اللي كتبله، ولكن ولادي ما يبغيوهاش، فقررت انني نديرها هكاك مشرمله، وندير لها شويه ديال الحامض مصير صافي حسن ليا. انا كنحماق على بحال هكاك دوك الخضيرات الصيفيين دابا كيكونوا زوينين. عندي هنا السلاويه اللي نقيتها البنات وغسلتها مزيان وقطعتها بحال هكا كما كنقطعوها كاملين، قطعتها مور هكا طويله شويه تكون صغيره، وغندير ليها العطريه ديالها وغنديرها اختي طيب. درت ليها مليحه خلاص بطبيعه الحال، اول حاجه مليحه، ودرت ليها شويه تاع شكنجبير غير القياس باش ما تجيش فيها العطريه كثيره، هي ما كتبغيش العطريه كثيره ما كتجيش فيها زوينه. عندي شويه البزار غير شويه القياس، جهد راس معلقه من كل حاجه، وغادي ندير فيها شويه ديال الزعفران البنات غير شويه. انا هنا ما عنديش فلفله حمراء ما درتهاش، فدرت غير شويه تاع الزعفران اكتفيت به، ما كانش عندي التحميره فماشي بالضروري. شويه ديال القرقم او زعفران مطحون، كل واحد اش كيقول لي. اسمحوا لي الصوت ديالي راه ماشي تليه. وغادي ندير فيها شويه تاع الزيت غير شويه القياس تاع الزيت. انا ما كنكثرش الزيت نهائيا، ما كنكثرش اللي دام في الماكله، انا ما كنقدش عليه. وحتى وليداتي تا هما عندي هنا البنات القزبور والثومه اللي قطعتهم رقيقين ولا دوزيهم في الهشوار فاش ما درتيهم. المهم الثومه وقزبور ومعدنوس مخلطين، واحد القبيصه الملحه كنديرها معاهم باش يطحنوا مزيان، او الا قطعتيهم رقيقين المهم كما درتي لهم اختي. عندي هنا مطيشه البنات ديال الدار اللي كنصايب، هذه غير مطيشه عاديه ما زدت حتى شي حاجه. خديت مطيشه غسلتها مزيان ونقيتها، ماشي نقيتها من القشره حيت لا غداك الورده، ودرتها حتى طابت وطحنتها في الترموميكس، طحنتها هي وقشرتها وكلشي، ما كانت عزلت حتى حاجه وما صفيتهاش، كتجي هي هذيك البنات. زدت عليها شويه تاع مطيشه وغادي نشعل عليها البنات، غنقص البوطه وندير العافيه مهيله وغنقص عليها ونخليها تشحر. هنا عندي البنات منين تشحرت ليا البصله اللي غندير فيها العدس، غندوز ندير العطريه، ندير غير شويه البزار، شويه ديال هذاك القرقوم البنات. المهم تبارك الله راه كاع العيالات كيعرفوا كيفاش كيطيبوا، غير كنشاركوا معكم الاطباق ديالنا وكنشاركوا معكم اليوميات ديالنا، شنو درنا اليوم شنو درنا غدا، فكنشاركوا مع الصديقات وكنعاودوا ندخلوا عند الصديقات الثاني كنشوفوا شنو داروا، كنستافدوا منهم ويستافدوا منا وحنا غاديين، وكنوريو المبتدئات اللي يلاه بادين. اما تبارك الله العيالات الحادقات تبارك الله راه كاع العيالات المغربيات كيعرفوا كيفاش يطيبوا. وهنا العدس راه كل واحد كيطيبوا بطريقته. هنا البنات انا درتو اليوم شويه خفيف على قبل بنيتي. هنا قزبور الثومه البنات حتى هو غادي ندير فيه قزبور الثومه مقطعين، العطريه خلاص البزار شكنجبير شويه ديال التحميره الا عندكم، البزار القرقوم مليحه، يعني العطريه العاديه ديالتنا اللي مولفين كنصبوا بها. عندي هنا مطيشه حتى هو غادي ندير فيه مطيشه. انا ما تنديرش مطيشه د الحك، تناخذ غير هذيك كنطحنها وكنحتفظ بشويه في الثلاجه، والاخرى كنديرها في ليمون صغار
بحال الشكل ديال الفلون ولا بحال الشكل ديال دوك لي مولت الحلوى. ومن بعد ملي كيتلجوا كنخويهم وكنديرهم في بلاستيكه وحده وكنحطهم في هذاك الفريكو ديال الثلاجه. وقت المبيته كنجبدها نستعملها. هنا البنات من بعد ما درت مطيشه ولا عطريه كلها كنخليهم يتشحروا. والسلاويه حتى هي كتشحر هنا حدايا، يعني تتشحر مزيان. عاد كندير لها القياس ديال الميها اللي غطيف فيها، غير القياس، ما تكثروش الماء لان السلاوي اصلا كيطلق الماء. يعني كما كنعرفوا راه هو الا درتي ليه الماء كيجي باسل، فمن الاحسن غير شويه وتخليوه تنقصوا عليه البوطه وتخليوه تيطيب على خاطرو. فانا في الحقيقه كتبت له فيها زويتنات، ما كانش لي تسخر لي يجيبهم ليا، درت منهم بناقص. انا عندي العدس اللي نقيته البنات وغسلته مزيان، عندي خيزو اللي قطعته مربعات صغار. فالعدس تقدروا ديروا فيه خيزو او القرعه الحمراء حتى هو تيجي به زوين. وانا كنت بغيت ندير فيها البنات الشحمه، ما بغاتهاش بنتي، فانا هاد العدس بالطريقه الطلب ديال بنتي. عندي وحده كتبغي العدس تكون فيه شحمه وخيزو هكا، وعندي وحده ما كتبغي فيه لا خيزو ولا شحمه ولا حتى وحده. فموافقوا ليا كي غندير. يلا البنات شرحوا لي كي غندير، يعني كل واحد وكيفاش كيفاش كيبغي ياكل. اما ديك السلاويه مشرمله ما ياكلوهاش وليداتي، انا اللي غناكلها. انا البنات بعد ما تشحرت ليا البصيله والعطريه ومطيشه لحت خيزو. دابا غنلوح العدس وغندير القياس تاع الماء اللي غيطيب ليا فيه العدس، وغادي نسد عليه، نحسب ليه الوقت اللي غادي يطيب ليا فيه ونسد عليه. فكاين اللي كيديروا بلا حتى شي حاجه، كيدير عديسه غا هكاك وصافي بلا يعني هكاك بدون لا بلا شحمه بلا دجاج بلا تا وحده فيهم. كل واحد كيطيب العدس، كل واحد كيدير. حتى انا راه كنطيبو بزاف ديال الطرق، ماشي غير هاد الطريقه باش كنطيبو بزاف ديال يعني بزاف ديال الطرق. مره ندير فيه اللحم ولا شويه دجاج ولا ايامات اللي تيكون الكرداسه. البنات هنا البنات راه العدس ديالي طاب وجد تبارك الله. نتوما كتشوفوا راه ما كنكثرش لي دابا البنات، وجد خزو تا هو طاب. كتجي باينه فيه ديك البصيله هكاك وباين فيه يعني ما ولاش حريره. دوك الحبيبات ديال العدس كيبانوا لك ماشي طابطه ولا على شكل صوبه، بحال هكا تيجي زوين وبنين. راه الا بقى فيا ما درتش فيه شحيمه، انا كنبغي فيه شويه شحمه ولكن بنتي ما بغاتهاش. قالت لك ماما ما ديريش لينا الشحمه عافاك وما ديريش فيه الزيت العود وما تكثريش ليا ليدا. انا البنات غنوريكم واحد الصدمه في هذا الفرماج. انا ما كنديرش الاشاره حتى واحد وما غير بغيت نوريكم باش تردوا البال. ردوا البال اش كياكلوا وليداتنا. انا شريت بواطه الفرماج، حليت صباح فرماجه باش نصايب لوليداتي خبيز فيه فرماج. كنلقى هاد الصدمه هذه، لقيت الطبع اللي غيكون في الفرماج الفوق اختي طابعينه في اللي غيكون في القاغيط طابعينه في الفرماج من الداخل ياك. وراه طالق ديك الصباغه ديالو، ها نتوما شوفوا طالق ديك الصباغه فوق الفرماج ومسخه من الجناب، ماشي غامله مسخه. فرق ما بين الغموليه وما بين هذيك الوسخ اللي في الجناب، الوسخ كحوليه ماشي الغموليه نهائيا. ردوا البال البنات اش كنعطيو لوليداتنا، وحق الله الا هادشي ولا كيخلع وهادشي كيصدم والله العظيم البنات. وعافاكم اللي عندها شي طريقه تحضير الفرماج في الدار تعطينا الوصفه اختي. شي وحده فيكم الصديقات اللي كتصايب الفرماج في الدار تعطينا اختي شي وصفه، ما بقاش كاع نشريها. انا كنحاول نتجنب هادشي ديال الحانوت ما نشريش والله العظيم. انا بعض المرات الدراري الصغار ما تعرفوش كتعطيه كتجيبي الفرماج كتحطيه كيحل الفرماج يلوحها في فمو ولا يلوحها يديرها في الخبز وما تتعرفي كاع ولدك شنو كلا. هنا البنات العديسه ديالي غدايا المتواضع وجد عندي هنا العدس. ها هو البنات جا زوين، خاصها فلفله حاره كما قلت لكم راه ما درتهاش على قبل الدراري. وزدت معاه شليضه، هذه ما كتخطانيش انا في الطبله اللي درتو ما كتخطانيش هاد الشليضه. اش فيها الخس الخيار مطيشه بصيله شويه ديال الحامض وبزيره ومليحه ونقطه زيت العود فقط. هادشي اللي كندير فيها. وهذه اختي السلويه ديالي اللي جات واقفه في الزويته ديالها ما تلقى الماء ما حتى حاجه، درت فيها شويه ديال الحامض مصير. زويتنا اختي ما كانوش عندي، فالانسان ماشي بالضروري يعني يتعلق بكل شيء ويدير كل شيء. كتديري داكشي اللي عندك. بعض المرات كتنوضي الصباح كتحلي ثلاجتك داكشي اللي لقيتي قدامك تطيباني به
اسمحوا لي. داكشي اللي لقيتيه في ثلاجتك تدوزي به ديك اللحظه داك النهار وها هو داز. يعني واحد النهار بنادم ما يديرش اللحم، ما يديرش الدجاج، ما يديرش الكفته، يعني غير بحال هكا، وغدا زوين ومتواضع ديال الناس الدراوش، ديال الناس الشعبيين. نتمنى من الله الفيديو البسيط ديالي البنات يعجبكم وين الاعجاب ديالكم كما ديما. شكرا لكم خوتي خواتاتي داخل الوطن وخارج الوطن. شكرا لكم الصديقات ديالي كل وحده بسميتها. شكرا على الدعم ديالكم وعلى المشاهده ديالكم. وما تنساونيش ما تنساونيش باللايكات والتعليقات الزوينه ديالكم. اللايكات البنات راه ما كنتخلصوش عليها، الله يرحم بها الوالدين، باش كتطلع لك الفيديو، والتعليق تما باش كيعاونوا يطلعوا لك الفيديو. راكم عارفين المعاناه ديال هذا اليوتيوب وديال انك تطلعي تخدمي على القناه باش تطلعيها، راكم كلكم عارفين. نتمنى من الله الفيديو ديالي يعجبكم. شكرا لكم خوتي خواتاتي، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.